بينما يجلس سيد القوم على عريكته دخل عليه أحد خدامه فجرى الحوار بينهم فسأل السيد كيف أصبحت؟ فأجاب الخادم بإجابة تفوق الخيال، قال لقد أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض وليس لله في السماء. فاندهش السيد قائلا ما هذا الكفر المتمرد؟ ثم خرج من مكانه غضبانا أسفا. وفي الطريق لقي صاحبه الذكي فقص عليه ما حدث، فقال صاحبه لقد صدق خادمك. ثم استغرب السيد قائلا كيف يكون ذلك؟ ثم أجاب صاحبه الذكي نعم، أما قوله يحب الفتنة أي يحب المال والأولاد. الله سبحانه وتعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأما قوله يكره الحق، الحق هو الموت والموت هو الحق. وأما قوله يصلي بغير وضوء أي يصلي على النبي بغير وضوء وهذا جائز. وأما قوله له في الأرض وليس لله في السماء، الله سبحانه وتعالى يقول وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي له زوجة والولد وليس لله الزوجة والولد. شكرا، جزاكم الله خيرا.